اجتماع يوم أمس رسالة أو فيها مجموعة من الرسائل أن الدولة مستمرة والثورة مستمرة ولا مجال لأي كان لأن يتطاول على مؤسسات الدولة. وكانت رسالة فيها الكثير من البعض حتى يعلم الكثيرون أننا نعيش في ظل دستور جديد. أما من يحن إلى الماضي فليذهب مع الماضي، ولفظهم التاريخ، لفظهم الشعب، وتونس لن ترضخ أبدا للوبيات ومن ولاهم داخل الإدارة. الثورة مستمرة ونحن على حق، لأننا نعبر عن إرادة صاحب السيادة، عن إرادة الشعب التونسي، ولا مجال لأي كان أن يتطاول على إرادة الشعب التونسي. سنحقق إن شاء الله كل أهداف الشعب الذي تم إقصاؤه وتم تهميشه في كل مكان. العدل هو أساس الذي يقوم عليه هذا البناء الجديد، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، والضعيف عندي قوي حتى يأخذ حقه، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقوي ضعيف إذا اعتقد أنه قوي واعتقد أنه فوق القانون. ومن يتحركون تحت جنح الظلام أو يعتقدون أنهم فوق القانون فليعلموا أن تونس تقوم على القانون الذي يعبر عن إرادة الشعب. أما الذين يعتقدون أنهم يمكن أن يتجاوزوا القوانين فليعلموا أن مهما كان موقعه سيحاسب وفق القانون، لأن هذا التطاول وهذا التصور أن الدولة ضعيفة. الدولة قوية بمؤسساتها، قوية بمؤسساتها المعبرة عن إرادة الشعب. وكنا يوم أمس تحدثنا في عديد المواضيع، وسنواصل إن شاء الله هذه المسيرة حتى تبقى تونس دائما حرة منيعة أبد الدهر.